بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية من ترامب، عبقري أم مهرج؟ اللي أنا عايز أقوله إن ترامب بيطبق كلام اتنين من المفكرين الأمريكان، واحد اسمه بول كينيدي اللي حط نظرية بتقول إن الدولة، ما يجعل الدولة عظيمة هو أنها تسخر إمكانياتها وقوتها من أجل اقتصادها. يعني كل شيء في الدولة يعمل من أجل الاقتصاد. طبعا احنا دلوقتي نقدر نفهم ليه دولة زي مصر دولة مش عظيمة. مش عايز اقول دولة فاشلة، دولة مش عظيمة، لان احنا ما بنسخرش كل حاجة لخدمة الاقتصاد. لا، احنا بنسخر الاقتصاد لخدمة السياسة وحماية النظام ودعم النظام صح يعني. لا، امريكا كينيدي قال لك الدولة عشان تبقى عظيمة هي الدولة اللي بتسخر كل مواردها وكل قوتها وكل جيوشها من اجل الاقتصاد. الاقتصاد اولا واخيرا وثانيا وثالثا ورابعا واخيرا. يعني كل شيء هكسب منه كام؟ يعني كل حركه لو انا هحرك جندي هكسب كام الجندي ده؟ هكسب كام منه؟ هي دي بيخلي الدوله عظيمه. انا كنت بتكلم عن الانجليز، ان شوف مثلا الانجليز مش زي عندنا بقى الزراعه قبل الزراعة. لا، فقال لك طب ما نربي خرفان. الخرفان طبعا تكسب اكتر من ليه مصر ما بتفكرش في الراعي؟ مصر عندها ازمه لحوم وازمه البان. ليه مصر ما تفكرش في الراعي؟ هيقول لك ما عندناش ميه وما عندناش ارض. لا، عندنا ميه، عندنا حوالين بحيره ناصر. بحيره ناصر مليانه ميه. طب ما اعمل حواليها مزارع والزفت النيله ده مبارك وعمل هناك توشكا وبعدين قفلها. قال لك جات له تعليمات من امريكا ما تعملش الحاجات دي. هتنتج قمح وتنافسني وهتنتج مش عارف ايه وهتبقى دوله قويه. لا، لازم مصر دايما دوله مفلسه كده بتشحت وبتشتري القمح واللحمه وكل حاجه من بره. مش عايزين مصر تبقى دوله معتمده على نفسها. وهو طبعا كانسان تافه معتمد على امريكا، قوه امريكا، وجم ادوا له على قفاه في ثوره يناير. قعد يجف، فهو سمع كلامهم قفل توشكا دي خالص. انت سمعت حاجه عن توشكا؟ ده اول ما طلعت توشكا دي، توشكا الناس كلها افتكرت توشكا. ده انا كنت ساعتها في السعوديه. قالوا ده بيقولوا لنا ايه؟ انتوا قاعدين ليه؟ روحوا بقى مصر. توشكا نص مليون فدان هيخلوا مصر دي من اغنى دول العالم. قفلها. مشى حتى الجنزوري اللي هو عملها مشاه. حتى الان توشكا دي ما ولا ليها اي قيمه. بعد الاصراف ده كله توشكا دي ولا ليها قيمه. بحيره ناصر او بحيره السد العالي، يعني البحيره دي فيها بيقول لك مئات الوف التماسيح، وفيها اسماك رهيبه. الاسماك رهيبه. سايبين احنا التماسيح تاكل السمك. طب ليه ما نعملش هناك شركات تصطاد التماسيح دي؟ لحوم التماسيح دي بتتباع في جميع انحاء العالم. التماسيح الحيه نفسها ده، التمساح بكام؟ ده التمساح ده غاليه جدا. يعني التمساح ده مش اقل من 50,000 دولار، 100,000 دولار. ليه ما نبيعش التماسيح؟ ليه ما بنقطعهاش كلحوم ونبيعها كلحوم؟ لا، لحم التمسيح حلال مش حرام. طب ما ناكل لحوم، نعمل لحوم التماسيح معلبه. والجلد بتاع التمساح ده غالي جدا. ده بيعملوا منه ارقى انواع الشنط والاحذيه والاحزمه وملابس السيدات. ليه احنا ليه ما نستفدش وليه ما نستفدش بالاسماك اللي في بتاع ونصطادها ونعمل منه اسماك فيليه وتتملح زي السمك البقلاء اللي كان بيجي لنا من فرنسا زمان. ليه ما بنقطعش السمك ده فيليه ونعمله مملح ونبيعه للشعب المصري؟ سمك مملح تحطه في الميه يرجع تاني سمك فريش. ليه؟ ليه ما نعملش كده؟ حد يعرف تقول لي ليه؟ ما بتعرفش. ما فيش حد بيفكر في الاقتصاد. ما فيش حد بيفكر في الاقتصاد. هم بيفكروا في النهب والسلب. وشويه رجال الاعمال الحراميه اللي هم عايزين يعملوا عقارات ويعملوا مش عارف ايه وزي ساويرس يعمل لك مش عارف الشيخ، مدينه الشيخ زايد، مدينه مش عارف ايه، والفور سيزون اللي بتاع شويه عقارات. طب ساويرس، انت ليه ساويرس ما بتعملش حوالين بحيره ناصر مصنع بتاع للاسماك ومصنع للتماسيح؟ ليه ما بتعملش؟ لا لا. كان عمل مصنع للعربيات ولا مصنع للبتاع؟ لا لا لا. ده عايز يضرب اقلب ويجري. وهو واخوه مطلعين فلوسهم كلها بره النصيف، وفلوسهم كلها ذهب، بيتاجروا في الذهب بره وبعيد عن مصر. لا لا لا، ما يعملوش حاجه لصالح مصر ابدا. دول سمسره بتاع نهب. جونه شويه سياحه شويه اونطه. لكن انت تعمل حاجه مصانع؟ لا هو ولا اخوه، هم ثلاثه، ولا ابوهم ولا امهم. الخمسه اصحاب مليارات. حد فيهم عنده مصنع؟ اتحدى عيله ساويرس ليس لديها مصنع واحد. تخيل اغنى اغنياء مصر معاهم مئات المليارات، مفيش مصنع واحد عملوه. مصنع مفيش.
يعني مش عايز يفيد مصر، لا يا بابا، يفيد ايه؟ ده الفلوس دي بيحوشوها عشان لما تتعمل الدوله القبطيه يبقى يقدروا يمولوا الدوله القبطيه. احنا نهزر؟ هنهزر ولا ايه؟ بقى خلاص اتعلمنا من درس فلسطين وتعلمنا من الحاجات دي، اتعلمنا خلاص يا بابا، اتعلمنا الدروس دي خلاص. الاقليات عايزه تعمل دول، بس بينقصهم الموارد. يعني هو ساويرس لما حب يشيل مرسي قال لك لا، الاخوان دول مش هيحكموا مصر، شالهم بفلوسه، ده عنده موارد، شالهم بفلوسه، مول حركه تمرد ومول البلاك بلوك ومول الاعلام ومول. ولما يحب ما هيقيموا الدوله القبطيه بفلوسه، هيدفع رشاوي للنواب الكونجرس الامريكي والرئيس الامريكي نفسه، وهيدفع رشاوي وبتاع، وهيخليهم يوافقوا على انشاء دوله قبطيه في مصر عادي جدا. والنوبيين لو عندهم موارد هيعملوا كده يا بابا الاقليات شوف انت الدروز في سوريا بيقول لك ايه؟ اسرائيل تحمينا. شوف الدروز في سوريا يقول لك الدروز العلويين عايزين الروس يحموهم، والدروز عايزين اسرائيل تحميهم، والاكراد عايزين امريكا وفرنسا تحميهم، مع ان دول كلهم سوريين. لكن الاقليات دايما بتميل الى الاجنبي. الاقليات بتميل الى الاجنبي. هي انجلترا لما احتلت مصر ايه المبرر اللي قالته؟ قالت لك والله انتوا في ناس مصريين اتلموا على شويه اجانب من مالطا في اسكندريه وضربوهم علقه وموتوهم، واحد مالطي او اتنين حاجه كده ماتوا كده، فاذا الاقليات في مصر مهدده بالخطر، وبالتالي احنا هنحتل مصر. تخيل ليه؟ طبعا الاقليات مالطا والاقليات استغاثوا في انجلترا، لحقونا يا انجلترا، جت انجلترا لحقتهم واحتلت مصر. فدايما الاقليات دي خنجر مسموم. فنرجع لموضوعنا بتاع ترامب. فبول كينيدي نظريته بتقول ان الدوله يجب ان تعمل في خدمه الاقتصاد وليس العكس. مش زي عبد الناصر خلى الاقتصاد في خدمه الدوله. السادات كان مضطر يشغل القطاع العام لخدمه الجيش لان عنده حرب تحرير، مضطر يعني ده. لكن اما قال ما فيش حروب تاني، لان الحروب اصلا قال حرب اكتوبر اخر الحروب، لانه قال ان انا ما اقدرش امول الحروب دي، وحتى لو انا حررت فلسطين انا هستفيد ايه؟ هكسب ايه؟ مش هكسب حاجه. الفلسطين اول حاجه هيعملوها خلاص هيقول لك احنا انتوا عايزين ايه؟ شكرا مع السلامه. انت فاكر يعني هيقول لنا خدوا نص فلسطين؟ لا. ده مبارك قالها. انا فاكر لما كان ياسر عرفات بيعمل اتفاقيات اوسلو او حاجه كده، قال ده انتوا قال للفلسطينيين ده انتوا بكره لما تعملوا دوله هتتحدوا علينا انتوا الاسرائيليين. مبارك قال، انا سمعته بودني في التلفزيون. فده يبقى اذا ترامب هو بيطبق نظريه او نظريتين، نظريه بول كينيدي اللي هو المؤرخ الامريكي اللي هو ان الدوله يجب ان تعمل في خدمه الاقتصاد. النظريه الثانيه بتاعت مفكر السياسي الامريكي جورج فريدمان اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول ان بدايه النهايه، يعني بول كينيدي قال لك ازاي الدوله تتحول تبقى دوله عظمى، انها مواردها كلها جيشها دولتها يعمل في خدمه الاقتصاد. طب بعد ما تبقى دوله عظمى بيجي هنا بقى واحد تاني يتكلم اللي هو جورج فريدمان. بيقول لك ايه جورج فريدمان ده؟ بيقول لك بعد ما تبقى دوله عظمى اوعى تبقى امبراطوريه، لان التاريخ بيقول ان كل الدول العظمى لما اتحولت لامبراطوريات دي بدات تنزل بدايه النهايه. اخطر شيء على الدوله العظمى انها تتحول لامبراطوريه، تبقى اسم الشرطه بتاع العالم. في الحاله دي ليه بقى؟ لان اولا هي بقت دوله ضخمه جدا، فيها شعوب وفيها حاجات، هيبداوا هتبقى اصلا مركز للايذاء، كل الشعوب اللي فيها متضايقه منها وعايزه تستقل وعايزه تبعد عن الهيمنه. يعني تفتكر ان الدول اللي امريكا بتهيمن عليها هل هم مبسوطين؟ لا. شوف الاوروبيين، شوف. فنمره اتنين ان انت بتصرف موارد كتير جدا عشان تبقي على الامبراطوريه، زي الاتحاد السوفيتي كده كان بيصرف على كل دول شرق اوروبا عشان يبقيهم في في حلف وارسو وفي الاتحاد السوفيتي، كان بيصرف عليهم. نمره ثلاثه فهو بيقول ان زي ما قلت تكاليف ابقاء الامبراطوريه قويه، هتهدر الموارد وهتبقى هي يعني ايه محل تصويب ومحل ايذاء من كل دول العالم، لان كل دول العالم بتقول اشمعنى دي تبقى دوله عظمى؟ لا انا عايز ابقى دوله عظمى انا كمان. وفي قانون كده اللي هو قانون بيسموه فخ سيوديسيس. فخ سيوديسيس ده بيقول لك ان دايما يعني لما يكون في دوله مهيمنه اللي هي امبراطوريه وتظهر قوه صاعده لازم هيحاربوا بعض.
حتى ان دي معروفه في احنا ما نسمعش عنها حاجه في مصر طبعا، لكن انت دي حاجه معروفه لدرجه ان الرئيس الصيني لما راح يقابل اوباما اول ما مسك الحكم